السلام عليكم اخوة الاخوات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ونتمنى صوتي يوصل ويتسمع هذا الفيديو، وكنتمنى انكم تسمعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا علاش كنهضروا وعلاش خرجنا في هذه الساعه هذه وفي هذا المومنتو هذا بهاد الفيديوهات هادو اللي ما كنتش كنظن بان غيجي واحد النهار وغنعملهم، ولكن مع ان ما نعملو ملي كتشوف اخاك المسلم كيذوب قدامك فما يمكنش تسكت وما نقدروش. هادشي اللي عطا الله. كنت كنقول زعما نيتك ما نخرجش نهضر، ما نخرجش نهادي في هادشي، ولكن ملي كتشوف خاك المسلم كيذوب قدامك ما تقدرش والله ما نقدر. انا اليوم البنات شادي لكم تحيه لكم كاملين اللي داخل خارج داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن، وتحيه الاخوان ديالنا فيما كانوا في دول العرب، وتحيه للجزائر الاخوان ديالنا الجزائريين اللي معنا، تحيه لهم وتحيه للناس الجزائر كاملين، خوا ما بيناتنا عداوه. قلتلكم البنات انا كنحاول ديما كنت كنحاول نتجنب، ولكن والو ما قدرتش الصراحه والله ما قدرتش. انا هاد الفيديوهات هاد اليومين ديال راديا ومحمد اثروا فيا بزاف. صراحه بكينا مع بعضياتنا في الخاص، ولكن الفيديوز كيأثروا بزاف. انا اليوم وربي شاهد عليا بكيت من واحد الدرجه ما تصورش، وما قدرتش نتصل براديا اليوم مره من غير كانت بيناتنا على اوديوس ولا كتابه ولا شني، ولي كان بيناتنا ما قدرتش نتصل بها لان انا كنحس بالنفسيه ديالي منهاره. كيفاش انا غنعيط لها ونعطيها يعني نعطيها القوه؟ ما قدرتش صراحه الله. انا اليوم بكيت مع فاطمه الزهراء، بكيت مع اسراء، ماشي اسراء انصاف، بكيت معها البنات ملي شفت داك المنظر هذاك، ملي شفت فاطمه الزهراء كتقول بان غنخرج من الدار اللي خلقنا فيها وتربينا فيها وعشنا فيها الحلوه والمره. ديك اللقطه ديك الصراحه الله ما جاتني صعيبه بزاف، وديك اللقطه اللي شفت انصاف كتبكي ومخبعه الدمعه في وسط عينها جاتني صعيبه بزاف صراحه الله. وحدين اخرين كيخرجوا يتشفاو، ناس كبار في السن، يعني الناس معقول المفروض هما يكونوا القلوب ديالهم رحيمه ويقول زعما بالعكس انسان كيخطا يقدر يكون شي واحد خطا، ولكن ما نعاقبوهش بهذه الطريقه. الانسان يقول الله من هذا المنكر، يتضامن صوت واحد على صوت الحق ويقولوا بان هادشي اللي وقع في هذه العائله حشومه وعيب. ولكن يا خساره كنشوفوا غير المنافقين. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى لو خرجت راضيه من دارها ماشي نهايه العالم، ولكن هادشي اللي قدر عليها ربي. يوتيوب انس في جيميل تفتح في اليوتيوب، هادشي اللي وقع في راضيه دمرت اسره كامله في السبه ديال واحد جيميل تبقى في اليوتيوب. البنات انا البارح ناقش معكم واحد الموضوع وكنتمنىكم تناقشوني فيه. انا البارح طلع لي داك الفيديو ديال العدس ديال شحال هذه ديال القناه الكبيره، داك الفيديو ديال العدس، وشفت محمد كيصور وكيضحك مور الكاميرا، وشفت راضيه مور محمد كتضحك والصوت ديالها، شفت الفرنه راضيه، شفت العدس راضيه، شفت كسيبه راضيه، شفت البغال راضيه، شفت الدار راضيه. استغلت بجميع الوسائل، استغلت دار راضيه. انا كنشوف هاد الناس اللي كيقولوا بان راضيه هذيك الناس عملوا الخير في راضيه، الا رجعنا للفيديوز الاولى ما غنشوفوش ديك الناس عملوا الخير في راضيه، غنشوفوا راضيه ومحمد عملوا الخير في ديك الناس، جابوهم من عندهم، جلسوهم، صوروا في نتاعهم في رزقهم، واليوم عاد زدقوا ديك الناس ماشي مزيانين، واليوم عاد زدقوا برا. واحد الحاجه ثارت الانتباه ديالي في الفيديو هذا كنت شفتو البارح، صراحه عليا بوحدو سبحان الله العظيم. شفتو البارح الصوره ديال البروفيل ديال انات من الدار راضيه، الصوره ديال البروفيل ديال انات من الدار راضيه، انات الكبيره، الصوره ديال البروفيل ديالها من الدار راضيه، ود محمد اللي هي الدار عمو يزيد. تخيلوا البنات، تخيلوا معايا، شوف شحال من سنين دازت ودابزو وما زولوش ديك التصويره هذيك اللي تصورت من القلب الدار راضيه، من روا، مصوره من روا راضيه. شتي على ظلم تعرضوا له هاد الناس. شنو عملوا هاد الناس؟ بالعكس وقفوا دعموا،
صوروا، تعبوا، عرقوا، شتفوا، يعني كل شيء عملوا من مالهم من جهدهم من كل شيء، وكانوا كيصوروا بالحب والفرحه، كانوا كيصوروا معاهم بواحد الحب وبواحد الفرحه. حتى نهار اللي قالوا حتى حنايا خصنا عاوتاني كيما نتوما رزقكم ربي حتى حنا خصنا ربي يرزقنا، يعني مدوا لنا يد المساعده كيما حنا مدين لكم يد المساعده. شني قالوا لا. داك السيد اللي مول القناه الكبيره هاد الايامات ماشي بزاف عمل واحد الفيديو في مرتي في الطوموبيل من الدار ديالو، كملوا في الطوموبيل. قال انا قلت له الا غتصور معايا ونصور معاك لا افتح انا تمشي شحالك. علاش غير محمد اللي قلتي له هاد الهضره هادي؟ علاش دابا ولد خاك كيصور معاك ما قلتيلوش ليك محمد ولد خاك وهذاك ولد خاك، ومحمد وقف معاك ما وقفش معاك اخر ما عندوش دخله، اخر كيجي يصور ماشي بحالو. محمد كيوقف بمراتو بولادو به هو بتماره بالعتله، داك الشجر اللي غرستيهم مع الدار ديالك كاملين غرستيهم انت ومحمد. الفيديوز ديالك كياكدوا هادشي هذا. داك الشجر اللي كتاكل منهم دابا الغله اللي قدام الدار ديالك كاملين من طهر محمد، من الكتفين د محمد، من العتله والعرق د محمد، داك التراب فيه العرق د محمد مطيح تمايا ولا لا؟ علاش محمد بوحدو اللي قلتي له لا الا فتحتي قناه ما تصور معايا ما نصور معاك؟ هذا هو السؤال الوحيد اللي انا حيرني اليوم. علاش محمد الوحيد اللي قلتي له ما تصورش معايا؟ علاش ولد خاك اخر كيصور معاك؟ علاش اختك كتصور معاك؟ علاش بنت اختك كتصور معاك؟ علاش اختك اخرى كتجي كتصور معاك؟ علاش كلشي كيصور معاك الا محمد؟ نهار اللي قال الاسبوع بنتي غيجيو ليلو من الناس اللي كيضربوا في اعراضنا يصوروا، انا نستي نصور، خرج من العائله. علاش محمد خرج من العائله بهذه الطريقه هذا؟ نبتوه بحال اللي ما عمره كان من العائله، مجرد انا خصني نعمل قناه. انا هذا السؤال اللي اليوم طرحته مع نفسي، كنقول علاش؟ فهمونا علاش، عطيونا شي حاجه اللي نفهموا علاش غير محمد ما يصورش. علاش محمد نهار اللي جبتوه باش تفتحوا له قناه كنت كمرتكم زرقاء ومطبوخين والكاميرا ما قادرينش تشوفوا فيها، اذا كتعملوا اذا الكاميرا ما قادرينش تشوفوا فيها. علاش؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا حنايا، علاش الكاميرا ما قادرينش تشوفوا فيها؟ فهمونا والله. بغينا جواب من هذا السؤال، والله العظيم ما كرهناش يجاوب من هذا السؤال. علاش محمد قلتي له لا واخرين كتصور معاهم؟ علاش؟ حيت محمد كانوا كيبغيوه الناس بزاف، حيت محمد كانت راضيه محبوبه وكلشي كان كيبغي راضيه. ومحمد خصنا راضيه وريونا راضيه، خصنا راضيه وريونا راضيه، فتحوا قناه راضيه، فتحوا قناه محمد. الناس كاملين كانوا كيبغيوه، حيت محمد اول فيديو ضرب له 400,000 والى ما 300,000 ضرب له في 24 ساعه. اول فيديو ضرب له 300,000 في 24 ساعه، ما تقبلتوهاش، قلتوا صافي يعني هنايا حنا غنطيحوا. هادشي علاش هذا هو الظلم اللي تعرض له محمد، هذا هو الغدر اللي تعرض له محمد. ولكن كنرد له مثلا محمد، كنقول له محمد الخطا اللي عملتيه هي هاد القضيه سكتي عليها، هاد القضيه ما رديتيهاش راي عام، وما دخلتيش الصحافه، وما دخلوش القنوات الكبار اللي غيفتحوا هاد المؤامره اللي تامرت عليك. علاش؟ لانك كنتي كتقول دمي ما نخرجش دمي، ما نهضرش في دمي، ما نهضرش في عائلتي، هذاك اصلي، ما نهضرش ما نشوهش. تينا والاب ديالك كنت كتقولوا نفس الجمله، ولكن تينا رحمتيهم ورحمتي اصلك، ولكن هما ما رحموكش وجراو عليك الزنقه. ودابا كيضحكوا عليك وكيطلعوا الشمايت يضحكوا عليك ويقولوا لك خرجتي كتصور شجره بشجره. يعني محمد باقي له واحد الحاجه، يعمل الحبل ويعلق عنقه صافي. هادشي خصو محمد خصهم الحبل ويعلق عنقه، وراضي يشوفوها حمقى باش في صرحه في الزنايا، باش هاد الناس يرتحوا وباش هاد المتتبعين يرتحوا. اللي عملتها راضيه ما مسلكه، دابا راضيه طلعت 3 ايام ولا 4 ايام تطوال، تزوج عندها الشغل الله يعلم شغلها هذاك. علاش طالعه؟ مرا عندها الافراغ وهي خارجه من دارها، مرا عندها الافراغ وهي بالا مع التفويجه. محمد خرج كيصور الغرسه اللي طيح الكتفين ديالو عليها، خرج يصورها. علاش يخرج يصور الغرسه؟ ما يصورش الغرسه كيستعطف المتتبعين. عرفنا شي محمد شني غيعمل؟ واش محمد يعمل الحبل في عنقه ويعلق راسو وصافي سالينا؟ فهمونا. والا كان هذه الحاجه قولوها لمحمد،
كتبوها له على راسك. مش الشمايت كيخرجوا يشمتو. اما شي الشمايت رجال كيقولوا هما رجال كيعملوا الصوره ديال المينياتور ديال محمد، ونساء كيقولوا هما نساء. الشمايت بين النساء والرجال كيعملوا الصوره ديال محمد وديال رضيا وكيخرجوا يضربوا فيهم. رضيا كتقول حاجه وحده، كتقول لي كيعمل صورتي كيهضر فيا في العيب الله ياخذ فيها الحق. سمعوا الشمايت اللي كتشبهوا راسكم بانكم نتوما نساء حرين وبانكم نتوما رجال حرين. كتقول لكم رضيا اللي كيعمل تصاوري هذه والله العظيم قالت تساليلي، اللي كيعمل التصاور ديالي وكيضرب فيا الله ياخذ فيه الحق. ليه ليس محلول لا في هذه الارض ولا في ارض اخرى، ليه ليس محلول لا في هذه الارض لا في ارض اخرى. دابا حنايا شفنا غير اللي شي بيطا اللي مشى عند الكريطات وما طواش الكريطات، اللي الكريطات ما عطاوهش العدس الغليطه، اللي شنو سميتها ديك نسيت ديك موني بيطا ولا شنو يتعقل عليها شنو هذاك، وقفت لهم المساعده وخرجوا يسعاو. هادشي اللي كيبان لي. ويعملوا نفسهم بانهم مزيانين ويعملوا نفسهم بانهم كلمتهم كلمه ويحطوا الصوره ديال الراجل وديال مراته ويضربوا فيه. وفهمت تصدى قال لك حنا خرجنا تشفينا في الروينه اللي وقعت. حنا ما خرجناش تشفينا في الروينه اللي وقعت، حنا تشفينا في العقروشه اللي هربت بلا حوايج بلا صباط. العقروشه اللي هربت بلا صباط وهرب للشن على الشن تمايا والصباط تلفلا وخرجت كتجري. هذيك هي ضحكنا عليها. اما الفرح ديال الناس انا ما عنديش نضحك بالراسهم. العكس ديالك انتينا نهار اللي سمعتوا افراح عملتوا الصوره ديال المينياتور برافو 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 كخسر افراح خصكم تخرجوا بحال تقول ساكنين لكم في ارضكم ساكنين لكم في ابكم في الاب. تقول راديو محمد ساكنين لكم في الارض الجلابه ديالكم ساكنين لكم راديو محمد ولادو ما رحمتوش. انا داك اليوم شللت يدي يا خوتي وربي شاهد عليا لا شللت يدي مي شفت خرجوا كيستهزئوا بانصاف اللي في عمرها عرفتوش 9 سنين ولا 10 سنين، خرجوا كيستهزئوا بها. وفاطمه الزهراء اللي قالت ديك فاطمه الزهراء ما كتحبش ترجع برا الكاميرا. فاطمه الزهراء اسمحوا لي دخلت لي مكالمه. فاطمه الزهراء ما كتحملش ترجع برا الكاميرا. مره كرهتوا العيله في الكاميرا، كرهتوا العيله في التليفون. شابه مسكينه غير المدرسه ديالها والدراسه ديالها والحفاظه ديالها وهي جالسه. الكاميرا كرهاتها، مابقاتش كتحمل ترجع بغرطه. فاطمه الزهراء ورجعت اليوم قالت كلمه واحده، عطات التحيه للمتتبعين ديالهم وعطات مسكينه قالت لي في قلبها، خرجت ديك اللحظه ديال الضعف خرجت لي في قلبها، خرجت بان زعما صراحه الله ماشي سهله يعني فاطمه الزهراء كبيره كتعرف شنو كاين محمد ودير الهضره على محمد. قال واش غنقدروا ناكلوا سمحوا لي البنات والله نسمحوا لي. اي والله محمد الصغير بنت ولد رضيا قال واحد الكلمه وسمعتها في الكاميرا، قال بان ابا قال له العنب من العنب، قال له با يدرك يطيب العنب ناكلو منه قبل ما نخرجوا. العيل كيتسائل ديك الدايات العنب اللي كيشوفها متعقله تبارك الله فوق راسو، كيتسائل واش يقدر طيب ديك الدايات العنب وياكلوا منها قبل ما يجيو يطردوهم، قبل ما يجي جدو دبابه مع القوه يطردوهم من الدار. تخيل العيل في عمره 10 سنين ولا 11 عام كيقول هاد الكلمه هذه لباباه، كيفاش غيحس داك الاب ديالو وهو غرس داك الداليه غرسه بيدو. كيفاش بغيتو ديك العائله يكبر؟ دابا ديك العائله عاد يكبر كيبغي ديك العائله، دابا ديك العائله عاد باش يلعب مع شي ولد من ديك العائله عاد يطلع بيناتهم المحبه، وهذاك ولد عمي ولا هذاك ولد عاد يطلع حائط، يطلع ساخط على العائله من الكبير حتى الصغيره، يطلع ساخط من الاب هيداك طاح في هذا الموقف هذا اللي بارح هو كينعس دارهم في البيت ديالو في الفراش ديالو في هذه ديالو، واليوم غيجبر راسو في الزنقه. هذا العيل في عمره 10 سنين ولا 11 عام. سمحوا لي اخوتي تاثرت بزاف. كنتمنىكم هذا الشيء اللي كنطرح عليكم تكتبوه لي في الكومونتاريوس تعطيوني اقتراحات ديالكم في الكومونتاريوس،
واللي بقى معايا حتى لآخر الفيديو يعمل لي رقم واحد باش نعرفوا